واهلا بيك فريد كاست. انا محمود عمر، والنهارده معانا كتاب مش هيعجبك لانه هيكسر في دماغك صوره انت كنت متخيلها. الكتاب ده النهارده هو ايرانز جراند استراتيجي او الاستراتيجيه الكبرى لايران، للمؤلف الايراني الاصل فالي نصر، واللي كان برضه مستشار لوزاره الخارجيه الامريكيه. يعني من الاخر الراجل ده اللي شاف الصوره من الجانبين. بس خلينا الاول اسالك سؤال، هو انت لما بتشوف الاخبار دلوقتي بين اسرائيل وايران وامريكا والتحالفات في الخليج بتحس انك فاهم ولا بتحس دايما ان في حاجه مش واضحه؟ بالظبط، تعالى بقى احكي لك شويه. في يونيو 2025 اسرائيل ضربت المنشآت النوويه الايرانيه بضربه جويه كامله، مش مجرد صاروخ او اتنين، وايران ردت عليها باكتر من 1000 طياره بدون طيار على تل ابيب وحيفا وبعض المناطق. وامريكا ما كانتش ساكته بالمناسبه، ضربت وقتها ايران بقنابل خارقه للتحصينات، يعني قنابل مخصوص علشان تخترق الارض وتنزل تحت الجبل وتحت الخرسانه، وده علشان تضرب المفاعلات النوويه اللي كانت تحت الارض وقتها. وبالمناسبه الموضوع ما وقفش لحد هنا، الضرب بدا والاخبار كترت ورد ايراني كان مختلف وغير متوقع، والناس كلها استغربت وقتها هو ليه دلوقتي. النهارده بقى في راجل واحد بس كان عارف الكلام، مش 2024 ولا 2020، لا من اكتر من كده بكتير. زي ما قلت لك فالي نصر كتب الكتاب ده او طلعه للنور سنه 2025، وبيعتمد في الكتاب على مقابلات مع صانعي القرار الايرانيين نفسهم. وبالمناسبه نيويورك تايمز قالت ان الكتاب ده لا غنى عنه عشان تفهم المنطقه، والفاينانشال تايمز قالت انه الكتاب الاصدق او الكتاب الاكثر صدقا عن ايران. وانا هقول لك ليه هو ده مش كتاب تاريخي، ده كتاب بيشرح زي ما بيحصل دلوقتي حرفيا. كتابنا النهارده فيه 3 افكار. الفكره الاولى ان ايران مش مجنونه، بالعكس ايران خايفه. الفكره الثانيه بيتكلم عن محور المقاومه. الفكره الثالثه عن ازاي الغرب فاهم ايران بشكل مختلف او خطير. خلينا نفصصها. في الفكره الاولى من الكتاب انه ايران مش مجنونه وانه ايران خايفه، بس قبل ما افهمك خليني اسالك سؤال. لو حد جه من 200 سنه واستعمر بلدك، نهب كل ثرواتك، وكمان دعم عدوك في حربه ضدك وحاصر اقتصادك، وبعدين قال لك احنا مش ضدك، ساعتها هتثق فيه؟ ده بالظبط اللي بيحصل مع ايران. ناصر في الكتاب بيكشف عن حاجه مهمه جدا، انه ايران مش بتتصرف من ناحيه ايديولوجيه دينيه وبس، ايران بتتصرف من واقع الخوف، وخوف حقيقي، وده بيتورثوه من جيل لجيل. وخليني اقول لك قصه. سنة 1980 صدام حسين هاجم إيران. مين ساعتها دعم صدام؟ كانت أمريكا وأوروبا كلها. إيران اتضربت بأسلحة كيماوية، أكتر من 600 ألف إيراني ماتوا في الحرب دي، 8 سنين من الدم. وبعدين في 1988 أمريكا ضربت طيارة مدنية إيرانية راح فيها 290 راكب، ده وقتها من غير أي خطأ من الطيار أو الركاب، وأمريكا وقتها ما اعتذرتش. هنا بقى لو أنت مكانهم هتقول لأولادك إيه؟ ناصر بيقول إن إيران بنت استراتيجيتها كلها على سؤال واحد: إزاي نضمن إن ده ما يحصلش تاني، مش إزاي نهيمن على العالم، ومش ازاي ندمر اسرائيل. يعني الموضوع مش ايديولوجيه دينيه بحت، ده تامين قومي، خوف حقيقي، وتاريخ مؤلم. الفكره الثانيه من الكتاب وهي محور المقاومه. اكيد سمعت عن حزب الله وكمان الحوثيين، وسمعت كمان عن الحشد الشعبي العراقي، وسمعت اكيد عن حماس. الكل بيسمي الناس دي هم وكلاء ايران، وده مش غلط بالمناسبه، بس خليني اقول لك الصوره. ناصر في الكتاب بيكشف ان اللي بيسموه محور المقاومه مش تجميع عشوائي من الجماعات المسلحه، ده نظام مدروس بيسموه الدفاع الامامي. الفكره بسيطه جدا، لو عدوك هيهاجمك الاحسن من انك تحاربه على ارضك هو انك تورطه في حروب بعيده عنك على ارض تانية تستنزفه وهو بعيد عنك. لو بصيت كده هتلاقي ان الحوثيين في اليمن بيشغلوا امريكا والسعوديه بعيد عن الحدود الايرانيه، حزب الله في لبنان بيضغط على اسرائيل من الشمال طول الوقت، الحشد الشعبي في العراق بيهدد القواعد الامريكيه في المنطقه. ولو خدت بالك ده مش ارهاب عشوائي، ده تصميم عسكري دفاعي. وخليني اقول لك رقم، ايران صرفت على المحور ده خلال 30 سنه ما بين من 15 ل 20 مليار دولار. مقارنه بايه بقى؟ اسرائيل بتصرف 24 مليار دولار في سنه واحده على جيشها وحده. يعني ايران بميزانيه اقل بكتير بنت منظومه هددت اسرائيل من 4 اتجاهات مختلفه في نفس الوقت. وناصر بيقول لك ده مش جنان، ده تفكير استراتيجي بارد، يعني مش عصابه وارهاب وبس، ده نظام دفاع متوزع بتكلفه اقل وباثر اكبر. الفكره الثالثه من الكتاب وهي انه الغرب فاهم ايران بشكل مختلف وخطير جدا. ناصر بالمناسبه بيفتتح الكتاب بجمله صعبه جدا، انه فهم الغرب لايران قاصر جدا وخطير وبيهدد السلام في المنطقه كلها. ومش انا اللي قلت الكلام ده الراجل اللي اشتغل مستشار لوزاره الخارجيه الامريكيه. السؤال بقى هو ليه كده؟ الغرب شايف ايران انها دوله دينيه متطرفه بتدعم الارهاب، بس الحقيقه ان ايران دوله مرت بالاستعمار والحروب وبتحاول تضمن بقائها باي طريقه، والغرب بيتعامل معاها بعقوبات اقتصاديه وتهديدات عسكريه طول الوقت. والنتيجه ان كل عقوبه بتزيد من الخوف الايراني، وكل تهديد بيقوي المتشددين من جوه، وان كل اعتداء بيثبت للايرانيين ان الاستراتيجيه بتاعتهم صح. وخليني اقول لك اتفاقيه السلاح النووي الايراني سنه 2015، الغرب تخيل ايران ان هي مضت ووقعت على
على الاتفاقيه دي لانها انكسرت. بس ناصر بيقول لك لا، ايران وقعت لان البرنامج النووي ده بقى عبء اصلا على البلد ومش ميزه خالص. العقوبات اصلا كانت بتدمر الاقتصاد من جوه، والناس جوه ايران بدات تتذمر. ولما ترامب انسحب من الاتفاقيه سنه 2018 ايران ما رجعتش لانها اتعصبت او اتنرفزت او غضبانه، لا دي رجعت لان الحسابات نفسها اتغيرت. والموضوع هنا مش عواطف ولا دين، دي حسابات بارده حرفيا زي ما بتفكر اي دوله كبيره في العالم. بعد ما تقرا الكتاب ده في 3 اسئله هتسالهم على اي خبر بتشوفه قدامك عن الشرق الاوسط. السؤال الاول، هي الحركه دي بتزود امن ايران ولا بتقلله؟ السؤال الثاني، هو ده بيخدم الدفاع الامامي يعني بيورط العدو بعيدا عن ايران ولا مجرد رد فعل عاطفي؟ السؤال الثالث، هو الرد الامريكي والاسرائيلي هو ده هيقوي المتشددين اللي جوه ايران ولا هيفتح باب للمعتدلين اللي جوه؟ لو عندك الاسئله دي في دماغك هتبطل تتفاجئ وتبطل تتوقع اصلا. الكتاب ده فعلا مش مجرد تاريخ، ده نظام جديد بتشوف بيه الاخبار بعين مختلف. وخليني اقول لك قصه. في 2006 ناصر نشر كتابه الثاني اللي اسمه ذا شيعة ريفايفل او صحوه الشيعة يعني، وقال فيه ان ايران هتستخدم الانقسام اللي بين السنه والشيعة كورقه ضغط في السياسه الاقليميه، وانه اللي بيتسمى بمحور المقاومه هو اللي هيبقى التهديد الرئيسي لاسرائيل ودول الخليج. وقتها كل الناس اول ما سمعت الكلام ده قالت هو دي مبالغه. بس بعدها ب8 سنين في 2014 داعش اتولد في العراق وسوريا، ايران اتمركزت في بغداد وبيروت ودمشق، والمحور بقى حقيقي على ارض الواقع. بعدها ب18 سنه في 2024 الحوثيين بيضربوا صواريخ على اسرائيل من اليمن، حزب الله بيفتح جبهه الشمال، والحشد الشعبي في العراق بيهاجم القواعد الامريكيه. وناصر ما كانش عراف بالمناسبه، بس هو عارف الخريطه اللي ايران بتلعب عليها، وهو ده الفرق بين اللي بيقرا الاخبار وبين اللي بيفهمها. بالمناسبه فالي نصر مش مجرد اكاديمي، اتولد في طهران، عايش في ايران، يعني فاهم الثقافه والناس جوه ايران. درس في جامعه MIT الامريكيه، وده يخليه ان هو فاهم العقليه الغربيه بشكل عام، واشتغل طبعا مستشار لوزاره الخارجيه الامريكيه، يعني شاف كمان صنع القرار بنفسه. زي ما قلت لك الكتاب ده فيه مقابلات مع مسؤولين ايرانيين سابقين ومحللين وناس مختصه في الاستخبارات ووثائق ما اتنشرتش قبل كده. وبالمناسبه نيويورك تايمز، فاينانشال تايمز، ومجله فورين بوليسي كلهم كتبوا عن الكتاب ده. طب خليني اكون صريح معاك، الكتاب ده مش سهل، مش قصه نجاح، مش كتاب نصايح. الكتاب ده بيقول لك ان الصراع ده صعب جدا انه يتحل، لان كل طرف عنده منطقه الخاص وكل طرف خايف من حاجه حقيقيه فعلا. الكتاب ده ليك لو بيهمك تفهم الشرق الاوسط بشكل حقيقي، لو بتتابع السياسه ومش لاقي تحليل يوصل الصوره كامله، او لو قريت خبر عن الحرب وحسيت انك مش فاهم السياق. طبعا الكتاب ده مش ليك لو عايز كتاب يقول لك مين صح ومين غلط، او لو مش مستعد تسمع وجهه نظر ايرانيه. واخيرا عمنا ناصر قال في الكتاب ده جمله مهمه، ايران مش هتتغير لانك ضغطت عليها، ايران هتتغير لما حساباتها الاستراتيجيه تتغير. والحسابات دلوقتي حرفيا بتتغير. ايران بعد الحرب مش زي قبلها، منشآت النوويه اتضربت، القياده نفسها اتهزت من جوه، الخليج نفسه بيرسم تحالفات جديده، وامريكا بتراجع دورها في المنطقه. واللي فاهم الخريطه هو اللي هيفهم اللي جاي. وخليني اسالك سؤال، هل ايران بعد كل ده هتتغير من جوه ولا القياده هتتمسك بنفس الاستراتيجيه؟ لو عندك راي اكتبه لي في الكومنتات، واشوفك مع فيديو جديد. سلام.